السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل لاحظتم أبناء بلدي أن قائد الأركان محمية تونس قام بزيارة للقيادة العسكرية في الجزائر بعد حادثة الجزائري الذي قتل على أيدي المجرمين التوانسة. السؤال لماذا؟ هما بالطبع هذو وكالين رمضان التوانسة يعتبرون أن السلطة في الجزائرية هي سلطة كابرانات، رغم أنهم ما يصرحوش قاع، ولكن كاين فئة منهم إعلامية وغيرها تروج لهذا الأمر، ويعني ويدعون أن سلطة الكابرانات هي من جاءت بتبون، ويدعون أن كذلك السلطة الجزائرية هي من ساعدت قيس سعيد يعني للوصول إلى الحكم، ليكون يعني رئيسا مواليا لسلطة الكابرانات. فهما تعمدوا هذه الزيارة. لماذا تعمدوا هذه الزيارة؟ ليخلقوا شحناء بيننا وبين المؤسسة العسكرية، أو بيننا وبين السلطة. يعني تقدر تقول أنهم بطريقة غير مباشرة قالوا لنا باللي يا ودي نتوما يحكموا فيكم الكابرانات وراكم تتكلموا على مقتل الجزائري، ولذلك احنا جئنا لنشكوكم إلى سلطة الكابرانات ليسكتوكم ويلجموكم كما هكا. هذه هي. ولكن هم لم يعلموا أن المؤسسة العسكرية احنا تحترم المواطن والمواطن يحترمها، ولكن نقول لكم يعني يا وكالين رمضان توانسة لن تنجحوا في تلجيمنا، لأننا نحن نلجمكم ونلجم يعني أمكم فرنسا ومرضعتكم فرنسا. فإخواني هنا تفهموا أنهم يعني يحوسوا يورطوا السلطة الجزائرية معنا. فهمتوا؟ ولاحظوا كذلك رأس الفكرون قيس سعيد لم يقم بتعزية الدولة الجزائرية في مقتل هذاك المواطن، وكأنه كلب مات. عندهم هما على بالكم الجزائري كلب مات. وكذلك السلطة احنا الخارجية الجزائرية ما دارت لنا بيان، ما قيمتنا، وكأن كلب مات. وهذا هو اللي خلاهم هما يستغلوا هذا الوكالة رمضان توانسة على السلطة الجزائرية. هما جايين شغل كما حنقولوا جايين على بالكم بلي هما كي تبدا تشوف هكا في هذوك بورقيبة وهذاك زين العابدين بن علي وشين العابدين وهذا رأس الفكرون ورأس الشر قيس سعيد، هذو لما تشوفهم انتايا تحس باللي عندهم عقلية هتلر. على بالكم باللي كما احنا نقولوا عندهم هما الله أعلم عندهم هذيك العقدة نتاع كما احنا نقولوا نتاع عقدة عرقية. راك فاهم؟ هما زعما الجنس تاعهم كما هتلر كما الألمان، هما أفضل جنس.